ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في فيديو تكنولوجي جديد. والنهارده هنعمل انبوكسنج وهنجرب الكاميرا الكروني اللي بتشتغل بالسولار سيستم او بالطاقه الشمسيه. كاميرا عباره عن اتنين كاميرا في بعض، على فكره كاميرا ثابته وكاميرا متحركه، وبتسجل جواها صوت وصوره، والاهم من كده انها مش محتاجه كهرباء، بتشتغل بالطاقه الشمسيه. يعني لو انت في مكان ما فيهوش كهرباء الكاميرا دي هتخدمك. الكاميرا دي بتيجي بموديلين، موديل بيشتغل بالواي فاي بس، وموديل بيشتغل بالواي فاي وكمان سيم كارد، يعني تقدر تحط فيه خط انترنت. يبقى انت كده مش محتاج اي حاجه، كاميرا متنقله معاك، ممكن تثبتها في اي مكان. لو انت بتشتغل في مشاريع هتلف وهتخزن طاقه وتشتغل بالليل ومربوطه بالانترنت على طول، وتقدر تشوفها عن طريق ابلكيشن الموبايل. وكمان بتشتغل بخاصيه التراكنج للهيومن، يعني اي بشر او اي بني ادم معدي في مجال الكاميرا البي تي زد اللي تحت بتلف عليه وتفضل تروح رايحه جايه عليه، وكمان تعمل اوبتيكال زوم وتبدا انها تسجل تحركاته لحد ما يخرج من المجال اللي هي فيه. طيب يلا بينا كده بقى نعمل انبوكسنج ونشوف ايه اللي جوه الكرتونه وهنشغلها ازاي بعد الفاصل. مرحبا معايا يا جماعه بالكاميرا الكروني سولار دول لينكج كاميراز سمارت بي تي زد باتري كاميرا. يعني هي بي تي زد يعني بتلف في الاتجاهات كلها، وكمان في كاميرا ثابته، وزي ما احنا شايفين كمان في سولار سيستم، وبتشتغل عن طريق الواي فاي او عن طريق ال 4G. جودة الصورة بتاعتها هي 4K Ultra HD. أول ما هنفتح الكرتونة كده هنلاقي طبعا الكويك انستليشن جايد، ازاي تقدر تركبها والكلام ده، وانها بتحط لها ميموري كارد من جوه عشان تسجل داخليا، وكمان بنقدر نحط لها سيم كارد عشان تبث عن طريق شبكة الموبايل. بعد كده عندك في بقى الكت بتاعة السولار او اللي هي خلايا الطاقة الشمسية. خلينا برضو نشوفها مع بعض. ده طبعا دي انتنة من الانتنات، ده بيجي معاها 2 انتنة، دول الاتنين انتنة بتوعها. ودي خلية الطاقة الشمسية زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بتركب فوق الكاميرا، وده الكابل بتاعها اللي هو بيغذي البطارية وبيغذي الكاميرا كمان بالباور، لان الكاميرا فيها بطارية داخلية اكيد. وهي دي الكاميرا، طبعا هي حجمها كبير شوية زي ما احنا شايفين. ده الستاند بتاعها او المكان اللي هي بتثبت فيه الكاميرا في الحيطة. تقدر طبعا تلف يمين وشمال زي ما انت عايز. ودي العدسة الاولانية او الكاميرا الاولانية، ودي الكاميرا الثانيه اللي هي البي تي زد اللي بتلف 360 درجه، واكيد طبعا بتشتغل بالانفراريد. والمفاجاه كمان انفراريد، وكمان حاجه ثانيه كمان فيها 2 LED عشان لو انت حابب ان انت تصور بالليل او تخلي الكاميرا تصور بالليل كلر ملونه. طبعا هي بتشغل الليدات بتاعتها وتقدر انها تشوف بوضوح. دي زراير الباور بتاعتها وزراير الريسات، وهنا التشارجنج بورت. هتقول لي ازاي يا هيثم في تشارجنج بورت؟ هقول لك ان ساعات مثلا الكاميرا انت مش عايز تشغلها بالطاقه الشمسيه، عايز تشغلها بالكهرباء، او عايز تشحن البطاريه بتاعتها لفتره. ممكن مثلا تاخدها معاك مكان طالع مثلا بالليل ولا حاجه وعايز تصور بيها، او عايز تحطها في مكان يصور بالليل. يلا بينا نركب الانتنه بتاعتها. دي الانتنه، دي الانتنه الثانيه. ده المكان بتاع تركيب السيم كارد، وده تركيب الميموري كارد اللي هتسجل جواها داخليا. دي سماعه طبعا اللي بتديك شويه اوامر كده عن طريق السماعه، وده الكابل بتاع الباور بتاعها اللي المفروض ان احنا هنوصله بالسولار سيستم. طبعا انت ممكن تركب خليه الطاقه الشمسيه دي في اي حته، يعني مثلا لو الكاميرا دي مش متعرضه للشمس، فانت عندك الكابل ده طويل، تقدر ان انت تحطها في مكان تاني متعرض للشمس. هي بس السولار سيل دي تقدر تحطها في مكان تاني متعرض للشمس. كده احنا ركبناها تمام. هنركب بقى الباور بتاعها. زي ما انتم شايفين الباور بتاعها مؤمن ضد الميه، تقفله كده كويس عشان الميه ما تخشش في الكابل في الجاك ده نفسه. كده الكاميرا بتاعتنا بقت جاهزه للعمل. يلا بينا بقى نشغلها. يعني يفضل ان انت لما تيجي تشغلها التشغيل الاولاني تكون معلقها اوريدي في المكان اللي انت عايزه، يعني بتعمل كاليبريشن للمكان او للزوايا بتاعتها. بس العدسه بتاعتها ما شاء الله كبيره. طيب انا هبدا اعمل لها ريست بقى كده عشان اشغلها على الابلكيشن بتاعها. الابلكيشن بتاعها اسمه NI View. لو ما عندكش اكونت على الابلكيشن الجديد ده، تقدر ان انت تعمل اكونت جديد عن طريق اللي هو ريجستر او الفيريفيكيشن كود، سند كود، او اننا نعمل لوجن للاكونت على طول. طبعا عملت اوبن كده للابلكيشن. هبدا ان انا اضيف جهاز جديد من علامه الزائد دي او الزائد دي، واي فاي تو كونكت. هيقول لي ان هو عايز الواي فاي يكون 2.4 مش 5، لان الكاميرا دي بتشتغل على 2.4 بس. دلوقتي هو بيقول لي سكان الكيو ار كود بتاع الكاميرا. بيقول لي انت عايز تعمل جوين للكاميرا دي؟ طبعا اكيد. امال انا عايز اعمل ايه؟ كده بيعمل ادنج ديفايس. النتورك سكسس، يعني كده خلاص هو تم الارتباط بالشبكه، يعني الكاميرا دي خلاص بقت مربوطه بالشبكه بتاعتنا. دلوقتي بيطالب مني ان انا اسمي الكاميرا دي.
انا ممكن اسميها مثلا ايه جيت كاميرا بي تي زد، على اساس انها هي كاميرا بي تي زد بتلف يعني. هقول له فينش. كده اضاف الكاميرا. بص بقت اونلاين. ايه هي الاوبشنز الموجوده؟ خلينا كده نقرب الايباد كده عشان نشوف الاوبشنز الموجوده ايه. ممكن انا طبعا اعمل باسورد للديفايس ده او الكاميرا، وممكن اعمل لها شير، ابعتها على حساب تاني من حسابات حد يكون عنده يعني منزل نفس الابلكيشن وعنده اكونت، فانا ببعتها للاكونت التاني على اساس ما يبقى في مشاركه. هنا اقدر اشوف الايفنتات اللي حصلت. دلوقتي انا شغلت الكاميرا. بص هي ايه كده بعد هتعمل تراكنج ليا. ايوه بص انا رايح وهي جايه معايا. بص مشيت كده جت معايا. لو رحت كده رايحه معايا. رحت كده رايحه معايا اهي. خليني اعمل لها ميوت عشان دي صدعتني بصراحه. الريزولوشن كويس. الكاميرا اللي تحت بس ايه يعني مغبشه شويه كده تقريبا، عايزه تظبط فوكس شويه. طيب خلينا ايه نشوف ازاي احنا نقدر نحركها مانيوال. انا كده بحركها مانيوال، يمين شمال قدام فوق تحت كده، مانيوال فوكس وكده اوتو فوكس. طب ما تيجي نجربها بقى في مكان مفتوح. دلوقتي احنا فتحنا الابلكيشن وبدانا ان احنا نشوف الصوره بتاعه الكاميرا اللي فوق والصوره بتاعه الكاميرا اللي تحت. الصوره بتاعه الكاميرا اللي فوق زي ما احنا شايفين هي ثابته سموث ماشيه كويس قوي. انا شايف ان الريزولوشن بتاعها كويس، جايبه العربيات بوضوح من بعيد. الكاميرا اللي تحت بقى بدا اوديها يمين وشمال. الكاميرا دلوقتي واخده الانترنت بتاعها من الموبايل بتاعي، فاتح هوت سبوت للكاميرا وبسجل لكم دلوقتي من الايباد من نفس الموبايل هوت سبوت. فاعتقد الانترنت مش كافي متهيألي عشان الكاميرا يبقى ادائها افضل. انا شايف انها بالنسبه للكاميرا اللي فوق فهي كويسه، صورتها سموث عادي. الكاميرا اللي تحت بقى مشكلتها في ايه بقى؟ انها مش بتستجيب قوي للحركه. يعني دلوقتي انا مثلا بقول لها انزلي تحت واطلعي فوق، فهي بتنزل تحت وتطلع فوق زي ما انتم شايفين في الصوره اللي في الجنب دي. الكاميرا الحقيقيه بتنزل وتطلع، لكن بتجمع الصوره ببطء. يعني مثلا بقول لها اتحرك يمين بتقعد فتره عشان تتحرك يمين. انا اعتقد ان ده بسبب ضعف سرعه الانترنت، محتاجه انترنت قوي جدا. تعليقي الاخير على الكاميرا، هي كويسه لو الانترنت قوي جدا. الكاميرا اللي فوق يعني بتقطع شويه صغيرين كده يعني، بس الحركه توتالي كده انها سموث كويسه. الكاميرا اللي تحت هي اللي ضعيفه خالص، فاقده فوكس وبديها اوامر التحريك يمين شمال فوق تحت بتتحرك عادي، لكن الصوره بتتجمع بعد بطء. تقييمي النهائي ليها انها كاميرا ضعيفه، مش الكاميرا اللي تعتمد عليها انها باقل ظروف الانترنت تشتغل. فبصراحه يعني ما انصحش قوي بيها. وبس يا سيدي، دي كانت كل حاجه عن الكاميرا الكونوني الدبل كاميرا اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه وعن طريق الواي فاي او عن طريق الداتا سيم او السيم كارد. لو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، ولو عندك اي تعليق او اي سؤال يا ريت تسيب لي الكومنت بتاعك في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. وعيب قوي بصراحه لو انت بتتفرج عليا لحد دلوقتي وما اشتركتش في القناه. لو بتتفرج عليا من اليوتيوب هتلاقي فيه زرار احمر تحت كده اسمه سبسكرايب او اشتراك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات بالفيديوهات الجديده. واكيد لو انت بتتفرج عليا من الفيسبوك برده في زرار كده ان انت تشترك في الصفحه بتاعتي على الفيسبوك. وبس كده، مش مستني منكم غير الدعوه الطيبه والشكر اللي هتعملوه لي بمشاركه الفيديو، كمان بالكومنتات واللايكات الظريفه اللي انتم بتعملوها واللي هي دايما بتبسطني وتخليني اعمل لكم فيديوهات اكتر. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.